ازيكم يا قطايتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه النهارده. معايا كيسين كده بصل من عند التحرير، كشري التحرير اللي في مصر. كان جوزي جايبهم، قلت يلا بينا اعمل فكره الكشري، واول مره اعمل كشري عندي في البيت، والصراحه طلع طعمه جميل قوي. يلا بينا هنعمل الكشري كله في حله واحده. يلا نجيب كده حله حلوه متوسطه، نحط فيها شويه زيت وعلى حته سمنه، وهننزل نقلب بالشعريه لحد ما تتحمر. نحط كده حبة حلوين. طبعا كنا غاسلين الرز ومصفيينه ومجهزينه جنبينا. هنا كده كنت بغسل الرز. صراحة يا بنات انتوا وحشتوني جدا جدا، متنسونيش يا بنات بالدعم في القناة واللايك. كده حطيت الشعرية وعليها الرز وهنقلبهم لحد ما يتحمروا، اكنك بتعملوا رز عادي. هو بقى ده احلى حاجة، الكشري الحلة الواحدة بيوفر كتير قوي في المواعين، وهي يعني متزهقش من عمايله الصراحة. انا اعتذر عن التصوير، ولكن هو الكين ماستر مش عارفة بيغبق معايا، مع اني بصور بالعرض، ولكن هو دايما بينزل لي بالطول. هنا كده شويه مكرونه فايضه في اي كيس. هو الصراحه الاكل دي موفر قوي، وجوزي كان مش مصدق لانه معمول في البيت، وكميه الصلصه اللي انا عاملاها، حتى قال لي طبق الصلصه ده ممكن يتباع بره ب20 جنيه. نقلب كده المكرونه مع الرز والشعريه، وننزل برضو بالاسباجيتي. نقلب كده كذا قلبه، ندي كل حاجه حقها. طبعا البنات اللي دخلت سألت عليا بجد بشكركم جدا. انا بس كنت غايبة علشان استاذ مالك مش مخليني حتى ابص ورايا، ولكن انا والله مصورة فيديوهات كتير قوي، وبس عايزة وقت اللي انا انزل فيه. وانا كده جبت المية السخنة، وهنزل دلوقتي الاسباجيتي، ما تخافوش. بس بشوف اول حاجة المعيار بس. سخنت المية في الكتل، وقلت يلا بينا على الايه، على الرز والشعرية وعلى المكرونة. هنا كده كنت بقسم المكرونة ونزلتها اهو، وغرقها برضو بشوية مية كده حلوين من الكتل. حقيقي اي واحدة عندها بيبي هتقدرني قوي، علشان فعلا البيبيهات ربنا يعين كل ام عليهم. نزلت بالملح والفلفل الاسمر والكمون. هنبدأ نقلب كويس اوي المكرونة الاسباجيتي عشان ما تمسكش في بعض. كده خلاص يعني في مراحل السوا، نغطي بقى عليها. هنا كده طبعا كلكم عارفين انتوا ازاي ايه بتسلقوا الحمص. ميه عادي، وحطي الحمص في قلبيه وشويه كمون وخلاص على كده. في نفس مكان حله الحمص يدوب بس خدت شطفة كده بسيطة تحت المية، ونزلت بالزيت بدحته. وطبعا حطيت معلقة بابريكا. اعملوا الصلصة يا بنات بالطريقة دي، حقيقي كأنك بتاكلي صلصة كشري من بره. وعلى طول نكون مجهزة شفشق الطماطم، علشان البابريكا على طول بتاخد لون. يلا هوبا بسرعة قبل ما البابريكا تسود او تسود، مش هتفرق يعني. حطي بقى يلا توابلك، كمون. اهم حاجه الفلفل الاسمر يكون بسيط خالص، علشان انتي هنا مش بتعمل مثلا مكرونه اسباجيتي او حاجات زي كده. والملح بتاعك ظبطيه برضو، والسبع بهارات دي اهم حاجه، رشه كده بسيطه من السبع بهارات. والتركية هنا شايفين رشه الخل دي ودت الصلصه في حته تانية خالص. في ناس بتعملها بالبصل، في ناس بتعملها بالتومه، في ناس بتعملها بالاتنين بالبصل والتومه، ولكن جربوها بالطريقه دي يا بنات مش هتخسروا. زيت واقدحيه كويس قوي، وانزلي بمعلقه بابريكا محترمه، وحطي بعدها شفشق الصلصه بتاعك. وبعدين ادخلي بقى بتوابلك، الملح والفلفل الاسمر والكمون وسبع بهارات ورشه الخل. وبس كده، وده كان شكله في النهايه. يا رب يكون عجبكم الفيديو. مع السلامه.